جميع القطاعات الاقتصادية ببلادنا على غرار السياحة، الصناعة، التجارة، الصحة والتعليم هي في حاجة إلى خدمات الاتصالات والإنترنت القارة والجوالة، إما عبر الشبكات الأرضية أو عبر الأقمار الصناعية والخدمات الساتلية، خاصة بالنسبة للجهات والمواقع البعيدة والمنعزلة. وجميع المنتفعين من مواطنين ومؤسسات اقتصادية ليسوا فقط في حاجة إلى خدمات الاتصالات، بل في حاجة إلى تغطية جيدة وجودة عالية. هذا اللي خلى الدولة التونسية في السنوات الأخيرة تستثمر بشكل مهم في تطوير شبكات الاتصالات، حيث قامت وزارة وجهات الاتصال في هذا الإطار بإنجاز العديد من المشاريع التي تهم مجال الاتصالات وخدمات الإنترنت ببلادنا، على غرار مشروع تغطية المناطق البيضاء الذي شمل في مرحلة أولى 15 ولاية و94 عمادة. والآن الوزارة مع الهيئة الوطنية للاتصالات تستعد للمرحلة الثانية من هذا المشروع، مشروع توسيع الشبكة الإدارية المندمجة وتأمين الربط الشبكي بين الإدارات والهياكل العمومية، الاستثمار في شبكة الألياف البصرية عبر مشروع إدونت 10 وربط قرابة 3300 مؤسسة تربوية بشبكة الألياف البصرية. وفي مرحلة ثانية سوف تسعى الوزارة إلى توسيع هذه الشبكة لربط بقية المرافق العمومية. نجحت أيضا بلادنا في الانتقال إلى الIPv6 النسخة السادسة من بروتوكول الIP الذي يوفر أكثر جودة وسلامة وقدرة على استيعاب تطبيقات إنترنت الأشياء وغيرها من المنظومات التي تتطلب نطاق أوسع لعناوين الIP. والآن تشتغل الوزارة على إسناد إجازات لإقامة وتشغيل شبكات عمومية للاتصالات لتوفير خدمات الجيل الخامس 5G بهدف تعميم التغطية العالية التدفق على كامل التراب الوطني واستيعاب تطبيقات جديدة تحتاج سرعة استجابة عالية وقدرة على استيعاب عدد كبير من المستعملين في مساحات ضيقة وذات كثافة عالية. اتصالات تونس تواصل إنجاز برامج تطوير الشبكة، في خاصة شبكة الكوابل اللي تأمن خدمات الإنترنت القارة بتركيز كوابل الألياف البصرية في مختلف المناطق وفي مختلف الأحياء. الهدف من هذا هو توفير خدمات تدفق العالي في مختلف الجهات دون إقصاء دون استثناء، مثل ما تم اعتماده بالنسبة لخدمات الهاتف الجوال. نعرف المشروع العملاق اللي أنجزته اتصالات تونس بإشراف الوزارة اللي هو خدمات تغطية المناطق البيضاء بتقنيات الهاتف الجوال. في نفس السياق اتصالات تونس زاد قاعدة تمد في شبكات الألياف البصرية في مختلف الجهات. اليوم عندنا الألياف البصرية في الرقبة في تطاوين، عندنا في بوعرقوب، عندنا في مختلف الجهات، عندنا في بنزرت. ما فماش إقصاء كما سعينا في الخدمات الجوالة إلى معناها الحد من الهوة الرقمية والفجوة الرقمية ما بين الجهات. كذلك بالنسبة لتعصير شبكة الإنترنت القارة، أنه قاعدين نعصروا في الشبكة عن طريق الكوابل الألياف البصرية في مختلف الجهات دون إقصاء دون استثناء. كل الجهات عندها نفس الحظوظ ونفس الخدمات، والنسق نتاع الإنجاز في تسارع معناها مستمر. كذلك على مستوى دولي، وقت اللي نحكيو على خدمات الانترنت، نحكيو على خدمات التدفق العالي، ضروري باش يكون ثم حجم كبير نتاع معطيات يقع تبادلها سواء على مستوى وطني ولا حتى على مستوى دولي. وبالتالي كان ثم حتما وضروره انه نوسعوا زاد طاقه الربط بالنسبه للشبكه الدوليه. اتصالات تونس اليوم تمتلك 3 كوابل بحريه بطاقه ربط ولا بطاقه بوصلات تقريبا تفوق 2 تيرابيت في الثانيه، والمساعي جاري لتعصير الكوابل القديمه. وباش نكونوا زاد في مستوى التحديات، لانه مع خدمات الهاتف الجوال من الجيل الخامس باش يكون انفجار على مستوى المعطيات، على مستوى تبادل المعطيات، على مستوى صناعه المحتوى، بالتوازي زاد مع
مركز البيانات اللي تمتلكه اتصالات تونس واللي ركزته تقريبا منذ أكثر 10 سنوات واللي هو مصادق عليه حسب المواصفات الدولية. نسعى باش نطوروا خدمات الحوسبة السحابية للإيواء وكذلك باش نشجعوا المستثمرين في مختلف المجالات على معناها الاستعمال مراكز البيانات لداتا سنتر هذوما لصناعه المحتوى لتبادل المعطيات على مستوى محلي وعلى مستوى دولي، كذلك زاد باش تجبر المستثمرين معناها لبلادنا ونشجعوهم معناها باش يستثمروا في مختلف جهات البلاد، وقت اللي يلقاو بنيه تحتيه يلقاو طرق سياره للمعلومات بسرعه نتاع تدفق على غرار ما هو موجود في مختلف البلدان المتقدمه في هذا المجال. اليوم عندنا تقريبا شبكه الهاتف الجوال تامن خدمات وسرعه نتاع تدفق تفوت 100 ميجا بيت في الثانيه. عندنا معدل تقريبا في ساعات الذروه بالنسبه للهاتف الجوال من الجيل الرابع اكثر من 30 ميجا بيت في الثانيه في مختلف الجهات. عندنا نسبه نتاع تغطيه حوالي تقريبا 98% بالنسبه لخدمات الهاتف الجوال من الجيل الرابع. ونحب ناكد زاده نتيجه الاستراتيجيه اللي وضعتها اتصالات تونس اللي هي منسجمه مع الاستراتيجيه الوطنيه. اتصالات تونس تحرز المره الخامسه على التوالي شهاده احسن مشغل للانترنت الجواله بمؤشر دولي انبارف 5 سنوات على التوالي. اتصالات تونس هي احسن مشغل في تونس وثاني مشغل على مستوى افريقي، بالاضافه الى التزام اتصالات تونس بتنفيذ الاستراتيجيه الوطنيه تونس الرقميه 2022-2025. وضعت شركه اتصالات تونس برنامج طموح بالنسبه للتحول الطاقي اللي هو ولا ضروره اليوم. نعرفوا اللي كل التجهيزات وكل المنظومات اللي تشتغل بها الشبكه نتاع اتصالات تونس مستغله لطاقه اللي هي ذات كلفه عاليه، ثم توجه لانتاج الطاقه، وهذا بالتاكيد باش يكون عنده تاثير حتى على التاثير البيئي. اليوم عندنا برنامج تقريبا نتاع تركيز ما يفوق ال 150 موقع موزع في مختلف جهات الجنوب، تؤمن معناها طاقه انتاج ب 3.2 ميجا وات كرات والنسق متسارع. النتائج كانت اكثر من ايجابيه، احسن من المتوقع على مستوى تخفيض في كلفه الفوتره بالنسبه للاستغلال للطاقه، وهذا بالطبع باش يعطي بعد زاد لإضافة إمكانيات وموارد مالية اللي تخلينا نسرع في نسق الاستثمار في مختلف المجالات في مختلف مكونات الشبكة. تؤطر مجلة الاتصالات في بلادنا هذا القطاع وتحدد طبيعة ودور الهياكل المتدخلة، وتعول الدولة بالأساس على الشركة الوطنية للاتصالات اتصالات تونس المشاغل التاريخي في تنفيذ المشاريع الكبرى. اتصالات تونس تنشط في مناخ تنافسي، ووضعية ومؤشرات الشركة المالية والتجارية في تحسن ملحوظ خاصة خلال ال3 سنوات الأخيرة. حققت اتصالات تونس رقم معاملات قدر ب 1323 مليون دينار سنة 2023، أي بنسبة تطور ب 3% مقارنة بسنة 2022، وحققت نتيجة محاسبية إيجابية صافية قدرت ب 63 مليون دينار، أي بنسبة تطور 26% مقارنة بسنة 2022. وحسب تقرير الهيئة الوطنية للاتصالات بلغت حصة اتصالات تونس من إيرادات سوق الاتصالات نسبة 38%، وتقدر حصة الشركة من سوق الهاتف القار نحو 75% وقرابة 31% من سوق الهاتف الجوال، وجميع مؤشرات المؤسسة في تحسن ملحوظ.